أهلا بكم من جديد. عادل إمام في جلسة صلح مع شيخ قبيلة من أجل ابنه. وأصالة دفعت 1,000,000 جنيه لإنقاذ ابنها، وفنانة شهيرة دخلت السجن. حكايات النجوم مع حوادث الدهس. ألقي بقى القبض على عباس أبو الحسن في 20 مايو بتهمة دهس السيدتين في منطقة الشيخ زايد. وقال عباس أبو الحسن في التحقيقات إنه تفاجأ بالسيدتين أثناء عبورهما الطريق وأثناء محاولتهما تفادي سيارة كانت على يسار سيارته، ونتج بقى عن ذلك قطع السيدتين الطريق الذي كان يسلكه نحو ميدان لبنان قادما من طريق المحور المركزي. وأخلت بقى النيابة سبيل عباس أبو الحسن بكفالة 10,000 جنيه. ألقى القبض على مؤدي بقى المهرجانات عصام صاصة الاثنين 6 مايو بتهمة دس شخص أعلى دائر المنيب. وقال بقى عصام صاصة في التحقيقات إنه فوجئ بالضحية طبعا أمامه وهو يعبر الطريق بسرعة، ولم يهرب بعد أن صدم الشاب. خضع بقى عصام صاصة لتحليل لمعرفة إذا كان متعاطيا للمواد المخدرة أثناء الحادث. وأخلت بقى النيابة سبيل عصام صاصة بكفالة 30,000 جنيه. بعدها بقى صدر قرار بضبطه وإحضار عصام صاصة بعدما أثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي تعاطيه لمواد المخدرة وقت القيادة. وفي مايو بقى 2022 ألقي القبض على الممثل مصطفى هريدي بتهمة بقى إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بمدينة الشيخ زايد. وكشفت بقى التحقيقات إن الفنان مصطفى هريدي فوجئ أثناء سيره بسيارة بسرعة بمطب بقى صناعي، وقبل أن يتمكن من تهدئة سرعته اصطدم بسيارة أمامه. وقال بقى مصطفى هريدي ان التحقيقات اثبتت ان هو لم يكن متعاطيا لمواد مخدره. واوضح مصطفى هريدي ان سبب الحادث هو نومه اثناء القياده. وانتهى بقى الامر بالتصالح بين مصطفى هريدي والشباب الذي صدم سيارتهم وتكفلوا بقى بتصليح السياره. وفي شهر بقى فبراير 2020 دهس خالد الذهبي نجل بقى الفنانة أصالة شابا في منطقة التجمع وفر هاربا. بعدها بقى قام خالد الذهبي بتسليم نفسه لقسم الشرطة، وتدخلت بقى الفنانة أصالة لإنقاذ ابنها خالد الذهبي من القضية، وتصالحت مع أسرة المتوفي مقابل 1,000,000 جنيه. وفي شهر بقى فبراير 2017 ألقي القبض على المطرب نادر أبو الليف بعد اصطدامه بعربة كارو. وقال بقى نادر أبو الليف في التحقيقات إن هو حاول تفادي العربة كارو لكنه فشل وساعد المصابين ونقلهما إلى المستشفى، لكن واحد منهم اتوفى. أخلت بقى النيابة سبيل أبو الليف بكفالة 5,000 جنيه. كمان في سنة 1982 تم حبس ماجدة الخطيب 8 أشهر في سجن الاحتياطي على طبعا ذمة محاكمتها بتهمة قتل شخص عن طريق الخطأ أثناء قيادتها سيارتها. وحكمت المحكمة على ماجدة الخطيب بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة 5,000 جنيه وقتها. وخلال بقى فترة التسعينات تعرض المخرج رامي إمام نجل النجم طبعا الكبير الزعيم عادل إمام لحادث سير، وقام بقى بداس سيدة من قبيلة في طريق الساحل الشمالي. أخذ بقى رامي إمام السيدة لأقرب مستشفى لكنها توفت، وذهب بقى لقسم الشرطة وسلم نفسه. وجاءت بقى الرامي إمام تهمة القتل الخطأ، وكان سيعاقب بالحبس مع إيقاف التنفيذ. لكن بقى أزمة بقى رامي إمام إن السيدة من قبيلة العجرمة والقبائل البدوية طبعا العربية قوانينها الخاصة، وكان عليه أن يقدم كفنه بنفسه ويدفع الدية. قام بقى عادل إمام بإرسال مندوبا ليدفع الدية عن ابنه طبعا رامي إمام، خوفا بقى عليه من الذهاب إلى هناك، لكن شيخ القبيلة رفض وطلب أن يحضر عادل إمام وابنه، وأكد أنهما إذا رفض الحضور سيقوموا هم بالقصاص طبعا منه وأخذ حقهم. فقرر بقى عادل إمام أن يذهب إلى هناك برفقة ابنه رامي، وأخذ معاه بقى المنتج الفني سمير خفاجة وشقيقه عصام إمام وزوج بقى شقيقته الفنان مصطفى متولي ورجل الأعمال شامل الغزالي والد زوجة رامي إمام. وكون وفد يضم 20 شخصا من أقاربه وأصدقائه. وأخذ بقى عادل إمام كلمة شرف من شيخ القبيلة بضمان حياته ومن معه، خاصة بقى أن شيخ القبيلة طلب من عادل إمام أن يحضر دون أي حراس شخصيين. تقبل بقى شيخ القبيلة العزاء وتم التصالح ورفضوا أخذ الدية وانتهى الأمر. وبكده ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة، وتحياتي ليكم.